بشوف رسمة وبعد كده بصيت لها بطريقة مختلفة. كنت بشوف شخص بيرسم وفكرت كالآتي: هي مش الورقة دي، هو عامة ده التفكير اللي خطر في راسي فمحدش يحط أحكام، بس أنا عايزكم تحاولوا تتخيلوا معايا وتحاولوا تفهموا الأشياء اللي هي كانت في دماغي في وقتها. تخيلت إن هو مش الورقة دي عبارة عن ذرات اللي هو بيرسم عليها، والحبر اللي هو بيرسم بيه ده عبارة عن ذرات. هو مش كأنه هو الشخص اللي بيتحكم بالذرات دي وبيخليها تترسم بالأشكال اللي هو نفسه يرسمها، كأنه هو بيتحكم في الحياة بطريقة مختلفة. الحياة كاملة عبارة عن ذرات، احنا كبشر تقريبا خلاصتنا عبارة عن ذرات. الكون كامل كل شيء عبارة عن ذرات. ولكن في المشهد لما شفته ماسك القلم وبيرسم بيه، حسيت إن هو كأنه بيتحكم في جوهر الكون بين إيده. فاهمين؟ كأنه بيقدر يشكل بيه أي حاجة هو عايزها، ويقدر يعمل بيه يعمل يخلي الذرات دي، فاهمين؟ يعني هو اللي يتحكم فيها، هو اللي يخليها تتفاعل. بعد كده بطريقة ما فكرت، يعني بعد ما هو بيرسم الرسمة دي، طب هو بعد ما بيخلص رسم الرسمة، ليه احنا بنشوف ان الرسمة دي جميلة؟ إيه اللي بيخليها جميلة ليا وحشة ليك وحلوة لشخص تاني؟ ببساطة مش انها حلوة لان كل شخص عنده ذوق. ليه كل شخص عنده ذوق؟ لانه كل شخص مر تجارب مختلفة. كل شخص عنده جينات مختلفة. تخيلوا، كل شخص ابوه وامه مثلا عملوه بطريقة مختلفة، صاحب ناس مختلفة، مر ببيئة مختلفة. كل ده شكل رأيه للرسمة. كل ده شكل الحاجة اللي هو كان نظرته للرسمة ونظرته للحياة عامة. أنا هنا على فكرة ما بحكيش عن الرسمة بشكل مباشر. فحسيت إنه أوكي، يعني كل التجارب دي هي اللي شكلت رأي الشخص ده. طيب ماذا لو كان في حد ما يعرف كل حاجة عن الشخص ده، زي قرينه، يعرف كل فعل هو بيعمله، كل حاجة مر فيها من هو طفل، يعرف جيناته، يعرف كل حاجة عن حياته؟ مش ده معناه إن هو يقدر يستنتج إيه القرار اللي هو هياخده في مستقبله؟ أوكي، يعني مثلا كيف أحكيها لكم؟ لما كل حاجة في حياتنا معلومة مش عارف ازاي اوضح ده. يعني علم النفس بيقول ان كل حاجة، كل قرار احنا واخدينه كان عبارة عن حاجة من البداية احنا شفناها. يعني سواء في بيئتنا، او حاولنا ننتقم من شعور معين، او حاولنا ان شفنا حد معين ظلمنا، فلما شفنا حد تاني بيتظلم اخدنا رد فعل معين. لكن لما الباقيين شافوا نفس الشخص بيتظلم ما خدوش نفس رد الفعل، لان هم ما مروش بنفس احداثنا. فردود افعالنا على الاشياء معلومة قبلا. تمام؟ مش يعني لو شخص يقدر ببساطة ان هو يحلل الحاجة مش عارف ازاي اوضح. انا متأكد لو حد اصلا وصل للجزء ده في الفيديو مش عارف تفهميني او لا. انا بحاول اوصل شعور معين خطر لي في راسي. لما كل شيء اصلا كل قرار احنا بنعمله هو في الاساس مبني على حاجة حصلت لنا زمان، او حاجة احنا عدينا بيها من طفولتنا، غير طبعا الجينات وكده. فماذا لو كان في شخص عايش نفس حياتنا، او كأنه قارننا وكأنه عنده عقلنا؟ فاهمين؟ كأنه شايف الحياة بنفس منظورنا. مش ده معناه انه هو عارف خطوتنا الجاية؟ مش ده معناه انه هو عارف احنا بنفكر فيه الان؟ هو مر بنفس الاحداث وهياخد نفس ردود الفعل، وهياخد وعايش في نفس البيئة، نسختنا. تمام؟ مش ده معناه ان كل الناس، لو في شخص ما عارف كل احداث حياتهم وعارف كل شيء عنهم، كذلك هيتنبأ بخطوتهم الجاية وهيعرف هما بيعملوا ايه؟ الفكرة دي كانت بتخطر لي كأننا يعني مش أحرار زي ما احنا فاكرين، بل كل حاجة أصلا
من البداية مرسومة. عرفتوا ليه دلوقتي بيبقى فيه فكرة اللي هي زي فكرة القدر أو فكرة إن كل شيء مكتوب؟ لأنه فعلا كل شيء مكتوب. كل الأحداث دي، الموضوع ملوش علاقة بالإلحاد عشان محدش يهديني في داهية، أنا فقط بفكر معاك بصوت عالي. ممكن حتى أوريك أنا كتبت الحاجات دي، بس أنا إيه يعني كذلك أفكاري كده عشوائية، فمش بعرف أوصلها. أنا عارف إن مفيش حد وصل للنقطة دي في فيديو، أنا متأكد، بس أنا عامة هحكي اللي في قلبي. وكمان فكرت في إن زي ما إحنا كل حاجة عندنا معلومة قبلا، فكذلك الكون كأنه مظلم صامت بطريقة مرعبة. لأنه بصوا، كل حاجة حوالينا زي ما حكيت الأول عبارة عن ذرات، كل شيء حوالينا عبارة عن ذرات. فلو بطلت تبص للعالم ده بنفس نظرتك العادية، بصيت له كأنه عبارة عن ذرات متشابكة، كل حاجة حواليك، وفي هواء ذرات منتشرة بعيدة عن بعضها، مليانة، عبارة عن خطوط، تمام، عبارة عن موجات كده، في بس أشياء بتتحرك حواليك بتتفاعل مع بعضها بطريقة أنت مش قادر تشوفها، والكون كامل كده متناغم مع بعضه، وإن كل حاجة محطوطة في مكانها سبحان الله، وإن مجرة كاملة محطوطة في مكان ما، مش ببساطة هي محطوطة كده بدون سبب، ما فيهاش ناس ولا أي حاجة، فيها فقط عدد من الكواكب كده، فقط مجرة. بل يمكن المجرة دي فيها كوكب ما لو كان اتحرك شوية كانت المجرة دي حصل لها حاجة أثرت فيها على مجرتنا، وبالتالي كنا كلنا متنا. فاهمين ازاي؟ كأثر الفراشة اللي بيقولوا عليها، اللي هو رمش الفراشة بيأثر على شيء فبيؤدي لكوارث. لو تعرف الموضوع ده، موضوع أثر الفراشة بيقولك إن يعني فعل صغير ممكن يؤدي إلى أهوال ضخمة. فكذلك الكون، بحس الكون كله متوازن بطريقة معينة، فكل حاجة محسوبة بالسنتي. لو شعرة فاتت منه خلاص كل شيء بيتدمر. والكون بيقول إلى الفناء، وبيقول إلى الفوضى، وبيقول مش عارف حاسين شعوري ولا لأ، بس أساسا كل حاجة في الحياة هي عبارة عن الكون، يعني الأشياء، المجرات والكواكب وكده والشجر، الأشياء اللي ما بتتحركش، الأشياء دي، وإحنا البشر. أوكي، فالحيوانات إحنا قادرين نتنبأ بسلوكها. عرفت؟ دي برضه فكرة، الحيوانات احنا قادرين نتنبأ بسلوكها لان احنا عارفين ماضيها، عارفين هم بيفكروا في ايه، عارفين الان هيعملوا ايه، فاحنا عارفين بالظبط ازاي نتصرف معاهم، ما بنخافش من الحيوانات، احنا عارفين ازاي نتصرف معاهم. فلو في شخص عنده ذكاء، احنا لان عندنا ذكاء اعلى قدرنا نشوف المنظور الكامل لحياة الحيوان بالكامل، فقدرنا نتنبأ بسلوكه. فلو في شخص ما عنده ذكاء اعلى مننا، كذلك هيقدر يتنبأ بكل سلوكياتنا زي الحيوانات، هيقدر يشوف كل حاجة احنا بنعملها. احنا فاكرين ان احنا متحررين وان احنا قادرين نفكر بافكار مستحيل شخص تاني يفكر زيها، لانه احنا في نفس الافريج فقط. لكن لو في شخص تاني اعلى من هناك، فهو شايف ضلع ثالث من المثلث، شايف حاجة مختلفة انت مش قادر تشوفها. فهمتوا علي؟ وقادر يتنبأ بتصرفاتنا كلنا، والكون نفسه سهل التنبؤ بتصرفاته، واحنا حرفيا بنتنبأ بكتير من تصرفات الكون. فبرضه كذلك لو شخص أذكى وقدر يشوف كل الأنماط اللي في الكون واللي هي بتتكرر لو ما كنتش تعرف، برضو إثباتا تاني على كلامي إن كل حاجة سهلة التنبؤ فيها، بتلاحظوا الجملة بتاعت إن التاريخ دايما بيعيد نفسه. هو في الحقيقة مش بيعيد نفسه، إحنا كبشر واحد من وإحنا في العصر الحجري نفس الشيء. إحنا أنانيين، بنحب نعمل حاجة في أنانية، فلما بنعزل حد من السلطة على أساس إنه إحنا هنكون أحرار، هو كده كده هي حد تاني، لأن إحنا بطبع الأنانية هنتنافس على مين فينا أفضل. حتى لو ما كانش هيحكم، في الآخر هيكون في حد أفضل، والأفضل ده هيكون أفضل فعلا، فإحنا نخليه ياخد لنا قراراتنا اللي أفضل لحياتنا، فكده في حاكم جديد بعدها ب200 سنة هنعزله. أهلا بكم. الزمن بيتكرر، الأحداث كلها بتتكرر، إحنا فينا بنفس المشاعر بنفس العادات، فقط بأسلوب مختلف، أسلوب بقى أحدث فقط لا غير. والكون بيتكرر نفس الأحداث، وبيقول إلى الفناء،
واحنا بنقول الى الفناء. ملاحظين الانماط دي بتتكرر كتير. فانا فكرت ماذا لو كان في شخص ذكي يعني بطريقة اعلى لدرجة ان هو قدر يلاحظ كل الانماط دي ويتنبأ. يعني طبعا ده شيء مستحيل ان شخص يكون عارف بحياة كل الناس وبالاحداث اللي هو مر بيها، بس تخيلوا يعني ان هو كده بالذكاء ده وان هو عرف بطريقة ما كل الاحداث دي، بالتالي قدر يتنبأ بكل تصرفاتنا وكذلك الكون. فلو انت الشخص ده هل هتكون سعيد في وقتها؟ يعني لو افترضنا ان العالم عبارة عن لعبة فيلم ماتريكس مثلا، وانت قدرت انك تخرج من برا وتتنبأ تشوف كأننا كلنا متبرمجين والعالم متبرمج، كل شيء متبرمج بأسلوب معين، وانت قدرت تخرج برا اللعبة. تمام؟ او انت جوه اللعبة، وتعال نتخيل الجزء ده، انت جوه اللعبة بس انت خلاص بتعرف ان كل الناس عبارة عن اكواد، وتشوف ناس معينة بتضحك وناس بتهزر وناس كده، بس انت فاهم ان دي كلها عبارة عن تفاعلات في دماغهم لإحساس معين هم حاسينه، او بيحاولوا يوصلوا فكرة معينة للشخص اللي قدامهم ان انا كويس او انا مضحك، او هم بيحاولوا يسعدوا نفسهم عشان ما يكتئبوش فمخهم بيعمل كده. انت فهمت يعني الحاجة دي اتكشف لك هو ليه، ايه سر الهزار، ايه سر انه انت عايز تتفوق. طب وبعد ما تكون غني، او بعد زي كشفت لك كل الاسرار دي، اكتشفت ان سهل التلاعب بالبشر، سهل التلاعب بالناس، سهل انك تدخلهم في بعض. في النهاية حتى اصحاب السلطة واصحاب النفوذ العالية فهم بشر، سهل التلاعب فيهم. فلو كشفت لك كل الاسرار دي، هل انت هتكون سعيد وانت بتكاشف كود العالم كله، كاشف برمجة العالم كله؟ هل انت هتكون في وقتها راضي عن حياتك ولا هتكون كئيب؟ رأيي انا كان انه لو انا بعد ما كشفت الكود ده مثلا انتقلت لعالم تاني، العالم ده افضل، اوكي، فانا هكون راضي جدا لان انا خرجت من تمثيلية. ولو لا وخلاص هي حياتي عبارة عن التمثيلية، فاذا الافضل ان انا امثلها. اوكي، مش من الافضل ان انا اعرف الاشياء دي، في اشياء مش من الافضل علي ان انا اعرفها، يا اما مش هيكون لحياتي مغزى، هصاب بالجنون. يمكن ده سبب من اسباب ان العلماء بيصابوا بالجنون، انهم بيعرفوا اكتر من اللازم، بيوصلوا لدرجة من الوعي اكتر من المفترض يوصلوا لها، فبيدخلوا في الدوامة دي. اوكي، ف ده كان رأيي انه اوكي طالما، وطبعا انا في المسرحية، فاذا انا لازم اعيشها، لازم اكون فيها، يعني زي مش لازم اخرج، مش لازم اخرج براها. ده كان رأيي، وده معناه ان احنا مش مخيرين زي ما احنا متوقعين، احنا مسيرين في النهاية، كل الاحداث دي مكتوبة. فاذا الكلام ده كله تلاحظوا ان هو نفس الكلام اللي الله سبحانه وتعالى كان بيقوله. احنا كل شيء مكتوب لنا، بس احنا مش فاهمين يعني كل شيء مكتوب لنا، وانا متأكد ان ده كذلك مش هيفهمكم بل ده فقط مجرد نظرة مبسطة يعني للموضوع قد يكون ازاي. الكون كذلك زي سبحان الله سخرهن كله، بالمجرات، بكل شيء ضخم بشكل مهول، عبارة عن كائن قد كده في مكان ما، في كوكب ما، في مجرة ما. شيء رهيب في عالمنا. واو يعني. إذا ده معناه إنه إحنا مسموح لنا إن إحنا نعرف قوانين اللعبة، بس مش مسموح لنا إن إحنا نطلع برا الملعب. إحنا لازم نفضل في الملعب، ولكن فقط نعرف القوانين، ومعرفة القوانين كاملة هتصيبنا بالجنون. أوكي، لأنه ببساطة الكل بيلعب والكل منسجم إلا إحنا عارفين إن إحنا في النهاية هنخسر. فاهمين إزاي؟ إن كل ده ملوش قيمة، ماذا إن فزنا، ماذا إن خسرنا؟ فاهمين؟ فهتبقى الحياة بدون مغزى، بدون شيء. طيب طالما ده الحل، هو ان احنا مش المفترض ان احنا نفكر بزيادة عن اللزوم، مش المفترض ان احنا نعرف اكتر من اللازم. طب ليه مخنا او مخنا بيجبرني على التفكير في كده؟ ليه دايما فجأة قد يكون خطر لك الساعة 3 الفجر اللي هو الافكار دي؟ ليه مخك بيديك تلميحات عن الكون؟ ليه فجأة بيجي لك لحظات ادراك
كأنه لغز، فاهمين؟ بيتكشف كل سنة أو كل فترة كده، بيتحل، بيتركب. ف ليه مخك بيفكر بالشكل ده؟ ليه هو كذلك مش عايزك تعرف أسرار؟ أنا حاسس إن ممكن أنا خلي بالكم بحكي لكم نظريات في دماغي، تمام؟ فمحدش ياخد الكلام ده يعني أينشتاين، تمام؟ أنا فقط بديكم نظريات في دماغي. ماذا لو عقلنا يعرف الفكرة الكاملة للوعي، واعي لكل حاجة وفاهم كل حاجة، هو مدرك، فاهمين؟ عارفين الحاجات اللي انا قلت لكم انه ما ينفعش احنا نعرفها، ما ينفعش نفكر فيها زيادة عن اللزوم، فتحس ان عقلك يعرفها كاملة وهو مدرك لكل حاجة، بس هو عقلك اللاواعي اللي يعرفها، وعقلك الواعي ما يعرفهاش ومش عايزك تعرفها، وعقلك اللاواعي مانعه من كده. وتحس عقلك الواعي بيحاول ان هو يعرف ايه الجزء اللي ناقصه، الحاجة اللي متخبي عنه. عارفين لما تبقى كده يعني في الواقع، بس بيجيلك تلميحات كده، بتحس مثلا ماشي في شارع معين فتحس ان الشارع ده شفته قبل كده، ازاي فمخك بيديك تلميح كده اللي هو عارفين الفكرة دي؟ بتحس كده كأن انت في حلم، او كأنك بتسترجع الذاكرة، تمام؟ بس كأنك بتسترجع الذاكرة من جديد، فبتجيلك ذكريات معينة. ده معناه ان العقل الواعي قدر يكسب فياخد جزء معين، تمام؟ لكن في النهاية العقل اللاواعي هو اللي مش هيكسب، ولو عرفت تكسب هتنجن، لأن هو العقل اللاواعي عايز يحميك. مش ممكن تكون ثغرة في الكود، بس طبعا أكيد مش ثغرة في الكود، لأن الله سبحانه وتعالى لما الكون ده كله لو كان في شيء بسيط خطأ كان الكون كله انهار. خلي بالكم نقطة وتنويه مهم، تفكير في الأشياء دي مش حرام، لأنه أنا مش بقول إن حاجة ضد الله سبحانه وتعالى، بل مع الله سبحانه وتعالى، وبحاول إني أثبت تفكيري مش العكس. وكمان دي حاجة كويسة، لأن الله قال إنكم تتفكروا في الكون وتتفكروا في خلقه، فده الشيء اللي احنا بنعمل في الفيديو ده بالكامل عشان الفيديو ما يتفهمش غلط. alright. ف انتوا ايه رأيكم؟ يعني ايه رأيكم لو خرجتوا برا اللعبة؟ هل هتكونوا مبسوطين؟ هل هتكونوا مبسوطين بالوعي اللي هو زائد عن اللزوم؟ هل لو بقيتوا تشوفوا كل حاجة حواليكم عبارة عن أشكال رياضية وهندسية وشوية ذرات، والناس عبارة عن سلوكيات متكررة وأنماط متكررة، فهل هتكون حياتكم أفضل؟ تمام، أني عارف الإجابة، بس أنا عايز أسمع رأي فلسفي، كومنت كده عبارة عن 30 سطر، حد كده بيكلمني، أوكي؟ حد بيتناقش معايا، يكون بيفكر كده في الكون بالشكل اللي أنا بفكر فيه ده، إنه ما الهدف؟ فاهمين؟ أنا حس إنه الله سبحانه وتعالى برضو إدى الجواب، إنه إحنا نعبده، لأن إحنا في النهاية هنطلع برا اللعبة دي، صحيح؟ وإنه هو فعلا قال لنا إنه كل شيء عبارة عن أنماط. الله سبحانه وتعالى يعني قال لنا إنه كل شيء عبارة عن أنماط متكررة، وإنه الكون ده في النهاية مصيره للفناء، أوكي؟ وقال لنا إنه هو إحنا المفروض نعبدوه، لأن إحنا هنروح الحياة الحقيقية دي فعلا مجرد لعبة، مجرد أكواد، لكن إحنا هنروح للحياة الحقيقية فيما بعد، اللي ساعتها مش هنكون فيها مبرمجين على أنماط معينة، اللي يمكن ساعتها مش هيكون أجسامنا مش مصنوعة من الذرات، مش هنكون عبارة عن أنماط متكررة، هنكون بطريقة مختلفة. الجنة أكيد هتكون إن شاء الله بطريقة مختلفة عن عالمنا، أكيد يعني مش هتكون يعني بعيدا عن الجمال وكده، مش هتكون أكيد بنفس البناء ده عالمنا. سبحان الله، زي العالم متوازي بالشكل ده. حاجة غريبة كمان كانت تخطر لي، بحس انه طالما هو عامة تقدر تتلاعب بالناس بسهولة، وتقدر انك تاخد منهم فلوس، او تخليهم هم بنفسهم يدوك فلوس ملايين، وتوصل لسلطة عليا، وده عن طريق انك
تتلاعب بيهم بعلم النفس أو أفكار العقل يعني. وده الجزء اللي هو زي ما قلت لكم العالم كله عبارة عن ناس وكون، فأدي الناس كذلك الكون تتلاعب بيه بالكيمياء عادي. فأنا حاسس إن يمكن إحنا في يوم من الأيام نوصل لمرحلة إن إحنا نفتح بوابة ما ونعمل حاجة مجنونة، طالما كل شيء ذرات فقط. إحنا فقط محتاجين نوصل لدرجة أعلى من الذكاء والفهم عن الطبيعي يعني. فملاحظين إن إحنا كنا بنوصل لدرجة أعلى من الذكاء، إحنا بتبقى حياتنا أريح وبنقول إلى الدمار أسرع. بنخترع صواريخ، بنخترع قنابل، بنخترع أشياء زبالة. أوكي. يعني ده اللي أنا يعني كنت عايز أقوله. الكون غريب.